السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ طبعا كلنا اتفرجنا على ماتش الاهلي والمصري واللي انتهى بفوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. طبعا كلنا اتفاجئنا بمستوى المفاجئ للنادي المصري قدام النادي الاهلي. في الغالب دايما كل الانديه في الدوري المصري اللي بيلعبوا الاهلي بتلاقوهم بيرصوا 11 لاعب في الدفاع قدام النادي الاهلي. ممكن يخطفوا جون وما يخطفوش جون، المهم ان هم بيحاولوا ان هم ما يخسروش، لكن دايما الاهلي بيكسب. لكن النادي المصري النهارده فاجئنا ان هو بيلعب ضغط امامي على النادي الاهلي، لدرجه ان هم اجبروا فرقه الاهلي على الدراجه للخلف. هجوم النادي الاهلي ما كانش موجود، ما ظهرش وسام حسين الشحات بيرسيداو، ما كانوش موجودين النهارده في الماتش. حتى الكوره يعني الجونين اللي جابهم النادي الاهلي، الجون الاول كان من فاول، كانت يعني يحيى عطية الله سجلها بشكل جميل جدا، يعني كانت صعبة جدا على حارس المرمى محمود جاد حارس النادي المصري المتألق. والكرة الثانية الجون الثاني اللي جابه الاهلي في اخر دقيقة، طبعا كان المصري كله منتفع لقدام عشان يحاولوا يجيب التعادل، فمن هجمة مرتدة امام عاشور اداها القفشة جاب الثاني. لكن الصراحة كل الاحترام والتقدير للكابتن علي ماهر على المستوى الكبير والاداء المحترم اللي قدمه النادي المصري النهارده قدام النادي الاهلي. طبعا كلنا شفنا لقطة فخر الدين بن يوسف مع الشناوي، وان الشناوي شد فخر الدين بن يوسف وقع على الارض. طيب الكابتن محمود البنا حضرتك حتى يعني الكرة كانت سهلة قدامك، يعني الكرة يعني فخر الدين بن يوسف الكرة عدت من الشناوي، فخر الكرة قدامه والجون قدامه فاضي، مش محتاج ان هو يمثل او يعمل سلو موشن ويقع على الارض. يعني حتى حكام الفار مفيش حتى يعني مثلا خد باله من اللقطه، شاف اللقطه، يعني كل خبراء التحكيم في بعد الماتش قال لك الكره ضربه جزاء، انتوا ما شفتوهاش. يعني الصراحه حال التحكيم في مصر في الكره المصريه بقت موضوع صعب جدا. اعتقد ان الكابتن هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره هيبقى عنده حل تاني باللي بيحصل في التحكيم، يعني هنشوف وجوه جديده ان شاء الله الفتره الجايه. في بس كلمه حابب اوجهها للكابتن سيف ساهر الاعلامي على قناه اون تايم سبورت. الكابتن عمرو الدستوري كان بيتكلم على كرة فخر الدين بن يوسف وان الكرة ضربة جزاء واضحة جدا، وان هي كانت ممكن تغير مجرى المباراة او سير المباراة. كان رد سيف ساهر طب ما المصري عنده 45 دقيقة تانيين يقدر يعوض فيهم. عندهم 45 دقيقة يكون يعوض فيهم، لكن احنا ليه ما نسمعش الكلام ده منك لما يكون في كرة زي ديت للنادي الاهلي؟ اشمعنى النادي المصري او اي نادي تاني ما بتعلقوش؟ لكن لما يكون كرة النادي الاهلي ميبقاش فيه تعليق الصراحه يعني بالشكل المناسب. يعني يعني ما الاهلي برضه لما بيحصل ضده اخطاء تحكيميه ما تطلعش تقولوا ما هو في 45 دقيقه، في 45 دقيقه، لكن ضربه الجزاء دي لو كانت اتحسبت كانت هتغير الماتش. يكون الاهلي جه في الدقيقه 39، ضربه الجزاء دي كانت بعدها بكام دقيقه، كان لو كان الماتش الشوط الاولاني خلص 1-1 كان الوضع اختلف تماما الشوط الثاني. لكن الصراحه استغربت جدا، مش مستغربت، هو حاجه متوقعه جدا من كابتن سيف ساهر ان هو يعلق بالطريقه ديت. لكن يعني انا بتمنى بجد يعني يكون في تغيير في الاعلام الرياضي في مصر، لان الوضع كده صعب جدا، مفيش حياد تماما. كل الشكر للكابتن علي ماهر على المستوى الرائع اللي ظهر فيه النادي المصري، واتوقع هيبقى فيه منافسه قويه جدا الموسم دوت على الدوري المصري. في 5 فرق دلوقتي 11 نقطة، يعني 5 فرق دلوقتي، يعني مركز أول يعتبر، يعني هو فرق بس أهداف، يعني 5 فرق 11 نقطة. لا الدوري والع السنة دي. أتمنى يكون في كرة كويسة، أتمنى يكون التحكيم على قد المسؤولية عشان متعة الكرة اللي موجودة في الدوري المصري دلوقتي ما تبقاش قليلة. شكرا للمتابعة، وأتمنى عايز أعرف بس رأيكم في التعليقات، هل فعلا كرة فخر الدين بن يوسف لاعب المصري ضربة جزاء ولا لا؟ شكرا.